ازاي اكتشفت نعيمة عاكف حقيقة ابنها المزيف؟ نعيمة عاكف اتعرضت لواحد من اكتر المواقف الصعبة في حياتها. كانت مسافرة لبنان سفرية شغل، وعادي كده في يوم الصبح جالها جواب من واحد بيقول لها انا شفتك وعايزة اقابلك، والسبب انه اكتشف انها قريبته وعايز يقول لها هي تبقى له مين. الفضول طبعا كان هيجننها، وقررت نعيمة انها تعرف مين ده. وجه عامل الاوتيل بيبلغها ان في واحد شكله غني جدا عايز يقابلك، وما قالش اسمه. راحت نعيمة رايحة بسرعة عشان تقابله، فلقت واحد أنيق جدا وشعره بيلمع، لكن نظراته كانت مرعبة وكلها قلق. وخافت نعيمة منه وحاولت تتمالك نفسها وسلمت عليه. وقعدت نعيمة، قال لها طبعا انت قريت الجواب؟ قالت له ايوه، وعايزة اعرف انت تقرب لي ايه. قال لها انت مش عارفة انك امي؟ وكان بيقول لها كده وهو متأثر جدا. ومش كده وبس، ده قال لها انت سبتيني وانا عندي 10 سنين ورحتي بلد تانية، وبقالي 15 سنة بدور عليكي. قالت نعيمة بس انا قدام واحد مضطرب عقليا لان شكله اكبر منها سنا. وخافت نعيمة عاكف ان هي تقول له انا مش امك، لا يعمل فيها حاجة. وقالت له انت عايز مني ايه دلوقتي؟ قال لها انت لازم ترجعي معايا البيت. حاولت نعيمة ان هي تهرب منه، معرفتش، راحت مصرخة بصوت عالي، ولقت جوزها حسين فوزي جاي وجايب البوليس معاه، وقدروا يخلصوا نعيمة منه بعد ما عاشت واحدة من أصعب اللحظات في حياتها.